ازاي تتعامل مع نفسية مراتك أو خطيبتك وقت الدورة الشهرية أو البيريود؟ ازاي انت كمان تتعاملي مع الحالة النفسية اللي بتتعرضي ليها وقتها؟ الأول خليني أشرح لك بسرعة ليه بتلاقي نفسيتك وقت البيريود بتتغير. الحالة النفسية في الدورة الشهرية بتتغير بسبب نسب الاستروجين والبروجستيرون اللي بيحصل في جسمك اللي بيتغيروا. هم دول هرمونات الأنوثة اللي ليها دور مباشر في إنها تأثر على مستويات النواقل العصبية زي السيروتونين والدوبامين، ودي كلها هرمونات بتأثر على الحالة النفسية والمزاج والنوم والنشاط. اختلاف نسب الهرمونات والنواقل دي بيعمل حاجة اسمها بري منسترول ديسفوريك ديسوردر BMDD اللي هي متلازمة ما قبل الحيض، اللي هي بري منسترول سيندروم، اللي بيكون فيها أعراض نفسية أو جسدية قبل ميعاد البريود نفسها بأسبوع. يا لهوي يا لهوي، يعني مش كفاية معاناة في أيام البريود نفسها، لا ده المعاناة بتبدأ الأسبوع اللي قبله. كده أسبوع بريود وأسبوع متلازمة ما قبل الحيض، كده يا معلم خطيبتك أو مراتك هتكون رايقة أسبوعين في الشهر. حقيقي. طبعا انا بهزر معاك، يعني وهزاري مش معناه اني بستخف بالموضوع، والموضوع فعلا خطير لدرجه انه في بنات بتوصل بيها الهرمونات والكيرف بتاع النفسيه انهم لا قدر الله عاوزين ينتحروا. طب انت كراجل غلبان زي حالاتي يعني تعمل ايه وتتعامل مع الست دي في الفتره دي؟ رقم واحد، احسب ميعاد الدوره الشهريه بتاعتها، ميعاد البيريود احسبه. لما تبقى فاهم انه ميعادها كل اول شهر يبقى جاهز، يبقى هتبقى فاهم انه قبلها بكام يوم لو لقيتها رمت عليك حاجه ما تتخانقش معاها، اجري. على فكره في ابس بتنزل على التليفون ممكن تحملها تعرف تحسب ميعاد البيريود بتاعت مراتك. رقم اتنين، بلاش تقول لها جمل من نوعيه ايه ده هي عندك، اكتبها العفريت بتاعها، او تعمل تصرفات معناها انك مغروف منها. بلاش تعمل علامات معناها انك مغروف منها مش عايز تتعامل معاه، تكتب اللي في رجلها. امتى بقى تروح لدكتور نفسي وامتى تفهمي ان الوضع خطر؟ لما تبداي تلاقي انك استنفذتي كل محاولات الوصول لحاله نفسيه كويسه، حاجات اللي بتحبي تعمليها مش عارفه تعمليها ومع ذلك مفيش فايده. ولما يبدا الموضوع ياثر على كل حاجه في حياتك، ولو عندك ميول ناحيه انك تاذي نفسك، ساعتها لازم تبداي تروحي للطبيب، لان حالتك جايز محتاجه ادويه تسيطري بيها على مخك وكيمياء مخك، لان الكيمياء دي بتكون وقتها تحت الارض. طبعا مش كل الحالات محتاجه ده، كل واحده على حسب احتياجاتها. احب افكركم ان احنا عاملين ورش تاهيل نفسي للمقبلين على الجواز، وازاي تتعاملوا مع بعض في كل الجوانب واداره المشاكل، كل الحاجات دي ومعايير الاختيار وما بعد الاختيار. وبرضه الورشه ممكن ينضم لينا فيها المتجوزين عشان يعالجوا فتور العلاقه بينهم. فتابعونا واسالوا عنها في رسائل الصفحه تعرفوا الميعاد باذن الله وكل التفاصيل. كان معكم دكتور احمد مهدي، السلام عليكم.